تصريفات للفعل في الانجليش. بنسمع طبعا تصريف الفعل في اللغه الانجليزيه. يعني ايه تصريف فعل في اللغه الانجليزيه؟ الفعل له مصدر وتصريفات. يعني ايه مصدر الفعل؟ مصدر الشيء الخام بتاع الشيء، الحاجه الاساسيه بتاعتها. يعني ايه برضو؟ يعني مثلا الشجره بيجي منها الوود، الخشب ده احنا بنشكله، بنعمل منه شباك، ترابيزه، باب. المصدر بتاع الحاجات دي كلها ايه؟ الشجره. ده المصدر. بناخدها، بنغير شكلها، بنعملها شباك، ترابيزه، باب. ايه علاقه ده بالافعال؟ الفعل ليه مصدر وتصريفات. المصدر يعني الخام بتاع الحاجه، اصل الفعل نفسه. يعني ايه؟ يعني لما اقول مثلا فعل مثلا التكلم بالعربي اهو، المصدر الفعل هو التكلم. ما قلتش مين اتكلم او اتكلم امتى، انا بتكلم عن الفعل نفسه، الفعل نفسه في المصدر نفسه. يعني أقول مثلا ايه؟ تكلم اللغه الانجليزيه في انجلترا مهم. انا كده بتكلم عن عمليه التكلم نفسها، ما قلتش مين اتكلم او اتكلم امتى. ده الفعل في المصدر. في حاجه اسمها تصريفات بقى. تصريفات يعني بحط الفعل اللي في المصدر ده مع فاعل ومع زمن جمله. يعني ايه؟ يعني لما اقول ايه؟ انا اتكلم، هو يتكلم، كده الفعل متصرف مع زمن ومع فاعل. مع فاعل اللي هو انا، وزمن اللي هو المضارع. دي الفكره ببساطه جدا. يبقى اي فعل في اي لغه ليه مصدر وتصريفات. المصدر اللي هو ايه؟ اصل الفعل نفسه. بتكلم عن الفعل، عن الاكشن نفسها، ما قلتش مين عمل الاكشن ده ولا امتى. يبقى الفعل ليه مصدر وتصريفات في اي لغه. مصدر وتصريفات. يبقى تصريف الفعل يعني ايه؟ يعني تغيير في شكل الفعل. تصريف الفعل يعني تغيير في شكل الفعل. الشركات اللي بتغير الفلوس اسمها شركات صرافة. ليه اسمها شركات صرافة؟ لأنها بتغير. لأن بالعربي كلمة تصريف يعني تغيير. يبقى تصريف الفعل يعني بغير في شكل الفعل. في أي لغة الفعل فيها، في أي لغة الفعل فيها بيكون فيه مصدر وتصريفات. في اللغة الإنجليزية الفعل بيكون ليه 3 تصريفات. الأفعال في اللغة الإنجليزية بيبقى الفعل ليه مصدر طبعا، وليه 3 تصريفات. تقريبا كل الافعال في اللغه الانجليزيه لها 3 تصريفات، ما عدا افعال نادره جدا 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 اسمها الافعال الناقصه. اسمها الافعال الناقصه لانها ملهاش تصريف ثالث، فعشان كده بتتسمى الافعال الناقصه. لكن القاعده الاساسيه ان الفعل في الانجليش ليه مصدر و3 تصريفات. تصريف اول وتاني وتالت. مصدر و3 تصريفات. الفعل في المصدر بيكون قبله to. يعني مثلا to speak. to speak يعني ايه؟ يعني فعل التكلم نفسه. to speak ده بتكلم على عملية التكلم نفسها. أقول مثلا إيه؟ to speak English in England is very important. to speak. ما قلتش اتكلم إنجليزي في إنجلترا، لا، أنا بقول تكلم اللغة الإنجليزية في إنجلترا مهم. to speak الفعل كده في المصدر، بتكلم عن الأوبريشن نفسها. لكن لما أقول I speak أنا كده حددت فاعل اللي هو I، وحددت زمن الجملة اللي هو المضارع. فالفعل ليه كم في الانجليش كم تصريف؟ ليه 3 تصريفات، ما عدا الافعال الناقصه طبعا، دي افعال نادره جدا يعني. يبقى الفعل في الانجليش ليه مصدر و3 تصريفات. دلوقتي بس هنعرف يعني ان الفعل ليه مصدر و3 تصريفات، وهنشوف كل تصريف بنستخدمه في ايه في الانجليش بالظبط. التصريف الاول بنستخدمه في ايه، التصريف الثاني بنستخدمه في ايه، التصريف الثالث بنستخدمه في ايه. ثانك يو.